أريد أن أنهي بسؤال فيما يتعلق بالعلاقة المغربية الجزائرية. يعني هناك أجيال وأجيال الآن ولدت ونشأت وكبرت، وهذه القضية إلى متى ستبقى قائمة؟ يعني خلينا نحكي بلغة الشارع، يعني الناس ملت أنه تعرف الحدود مغلقة والعلاقات متوترة، ووصلت إلى حد حتى على مستوى الناس العاديين ومن الطرفين، وتلاسن على منصات التواصل الاجتماعي وغير ذلك على السوشيال ميديا. إلى متى يبقى هذا الموضوع هكذا بهذه الصورة؟ والله شوف، يعني إذا كان أن يلقى باللوم على أحد فبالتأكيد ليست الجزائر. أنا التحقت بوزارة الخارجية كدبلوماسي في سنة 1975، أي نفس السنة اللي ظهرت فيها قضية الصحراء الغربية. وأنا كنت لسه متخرج من مدرسة الإدارة، من المدرسة العليا للإدارة، نعم، الوطنية للإدارة، الوطنية عفوا، مباشرة يعني 75. فبالتالي أنا أعرف هذه القضية منذ ذلك الزمن، يعني واكبت كل التطورات، وكنت في قلب كل المبادرات اللي تقدمت بها الجزائر في الثمانينات والتسعينيات للإسهام في إيجاد حل. وأقولها ليس كجزائري وكرسمي جزائري، كمراقب، كمتابع، كناطق بالحقيقة وما حدث. الجزائر قدمت عمل، يعني قامت بما عليها، وقدمت اقتراحات حتى خطط لإيجاد حلول وسطى بين الصحراويين والمغاربة، ولعبت دورا كبير في اللقاءات الثنائية اللي تمت في الثمانينات والتسعينيات بين الصحراويين والمغاربة، وأصلا وبالتدقيق بين الحسن الثاني والقيادة الصحراوية آنذاك 3 مرات في الثمانينات ومرتين في التسعينيات، مرة بين الحسن الثاني والقيادة الصحراوية، ومرة ثانية بين محمد السادس والقيادة الصحراوية. فلعبنا دورنا، قمنا بواجبنا للإسهام في إيجاد حل. التعنت لم يكن من جانبنا أبدا وإطلاقا، يعني هذا إقرارا للحقيقة وللتاريخ.